السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصة بتاعت النهاردة بقى حصلت في دولة الجزائر. القصة دي يا جماعة اللي شاب كان في العشرينات من عمره. الشاب ده كان بسم الله ما شاء الله شاب وسيم جميل، يعني بسم الله ما شاء الله عليه. فجأة كده وبدون أي مقدمات الشاب ده فقد عقله، يعني أصبح مجنون. سبحان الله، الشاب كان في كامل قواه العقلية، مرة واحدة كده فقد عقله. اهل الشاب ده طبعا خدوه ولفوا بيه ما خلوش، يعني شوفوا ابنهم ايه اللي حصل ليه. سبحان الله، لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص فقد عقله. يا جماعه انتوا عارفين الشاب لما يفقد عقله، ربنا يعافينا يا رب، وما يحسش بنعمة العقل الا يعني لما تشوف واحد فاقدها. والله فعلا لما تشوف واحد فاقد نعمة العقل فتحس بالنعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم بها عليك. بتعرفوا طبعا ان الواحد لما الشاب لما يفقد عقله فبيمشي في الدنيا، مرة تجيبه من محافظة بعيد، مرة تجيبه من مكان بعيد. فالنوع ده طبعا بيتعب أهله معاه، بيغلب أهله معاه. وانتوا شايفين دلوقتي على النت، يعني كل فترة تلاقيهم منزلين صورة واحد يقول يا جماعة فلان الفلاني متغيب بقاله مش عارف كام يوم، فلان الفلاني متغيب بقاله كام. ما هو مش مدرك، هو فاقد لعقله. فمرة تلاقيه مثلا يمشي في محافظة بعيد. ربنا يا رب يعافي كل مبتلى مسلم، الله يا رب يعافي كل مبتلى مسلم، ويعافي شباب المسلمين جميعا يا رب. المهم، الشاب ده طبعا لما فقد عقله واهله سبحان الله يعني تعبوا بيه، لف على الدكاتره وعلى المستشفيات، فقالوا خلاص بقى خليه في البيت. فعملوا له ايه في البيت عشان ما يتعبهمش، مش كل شويه يجيبوه مكان شكل. حبسوه في اوضه، يعني حبسوه في اوضه. عملوا له اوضه كده مثلا حديد او باب حديد زي باب السجن كده، وحطوا الشاب ده في الاوضه دي. يحطوا له الاكل، يحطوا له الشرب، يعني سايبينه على الحال ده. وطبعا انتم مش عارفين يعني قلب اهله طبعا يعني بيتقطع عليه، ولكن سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله، هكذا اراد الله عز وجل. وفضل الشاب ده يا جماعة على الحال ده 15 سنة. 15 سنة وهو فاقد لعقله، ومحبوس في الأوضة اللي هي بابها حديد. وسبحان الله. نسيب الشاب بقى ونروح بقى لواحد تاني في نفس القصة برضه، راجل حطاب. الراجل ده حطاب، يعني يا جماعة هو عايش على الحطب، بيروح يجمع الحطب من الغابات من الأحراش. يجمع الحطب ويبيع الحطب ويقتاد عليه، وهو عايش عليه على الحطب ده. الراجل ده في يوم من الأيام هو معتاد إن هو يروح في غابة مثلا يجمع منها الحطب. لكن في يوم من الأيام سبحان الله حس إن زي ما يكون كده في حاجة بتشده لداخل الغابة دي، جوه الغابة. هو معتاد الراجل ده ان هو يجمع الحطب من اول الغابه كده او من اول الحرش كده، يلم له شويه حطب وياخدهم ويروح ايه يبيعهم وكلام من ده. المره دي سبحان الله حس ان في حاجه كده بتقول له ادخل جوه شويه، ادخل جوه شويه. ففضل يدخل جوه الغابه لحد لما دخل جوه خالص في الغابه. وفجاه لقى نفسه عند شجره كبيره كده. فقال خلاص بقى ايه عند الشجره دي اجمع شويه الحطب اللي فيها واللي حواليها واروح. وسبحان الله فجأة كده وهو أثناء ما هو بيلم الحطب وكده، وشاف كيس متعلق في الشجرة دي. خدوا الفضول إن هو يشوف الكيس ده فيه إيه. فطلع جاب الكيس ده من على الشجرة وفتح الكيس، فوجد في الكيس يا جماعة مفاجأة. صلوا بس على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ووحدوا الله عز وجل. ومش عايزك تستعجل، اسمع القصة كده يعني بقلبك وعيش معايا. الراجل ده لما فتح الكيس، الراجل الحطاب ده، وجد في الكيس ده صورة لشاب بسم الله ما شاء الله، شاب جميل. والصورة دي وجد الصورة دي كده ومتخرمة كده دماغ الشاب ده بدبابيس. دبابيس كده طبعا سحر. ما انتم مش يعني اسأل الله عز وجل ان ينتقم من السحرة واللي بيأذوا الناس، ربنا ينتقم منهم. الراجل ده لما فتح الكيس لقى صورة الشاب ده ومتخرمة كده بدبابيس، ووجد معاها طبعا أشياء أخرى مكفولة وكلام من ده، فعرف إن ده سحر عمل معمول لشاب. فخد الكيس ومشي وراح لإمام المسجد اللي هو بيصلي فيه، وقال له يا عم الشيخ أنا حصل معايا كذا كذا كذا، لقيت الكيس ده متعلق في شجرة فالشيخ طبعا فتح الكيس وعرف ان ده سحر. وطبعا يا جماعه يعني السحر مش زي ما الناس مثلا يقول لك لازم مش عارف تعمل ميه بملح ومش ميه بملح والكلام الفاضي ده. السحر بينفك مع فك السحر، او مع اذابته في الماء، او مع حرق السحر. يعني يا اما تحرق، يا اما تفكه في الميه، يا اما تفكه.
ولكن هو الافضل انت تفكه في ميه مقروء عليها رقيه شرعيه، وانت بتفك تقرا ايات من القران الكريم يعني تحصينا يعني. فالشيخ طبعا فك السحر ده، فكه وقرأ آيات من القرآن الكريم على السحر وفك السحر، والحمد لله انفك السحر. لكن الصورة بتاعت الشاب ده الراجل ما يعرفهاش والشيخ ما يعرفوش، فقال له يعني ده سحر معمول للشاب ده، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه، لكن انت حاول تدور على صاحب الصورة دي، شوفه يعني يمكن شوف ايه حاله وايه وضعه. نسيب الراجل الحطاب ونرجع للشاب اللي هو بقاله 15 سنة، 15 سنة وهو فاقد لعقله. مرة واحدة كده في أثناء ما الراجل لجأ للسحر والشيخ فك السحر، الشاب رجع له عقله تاني. سبحان الله، رجع له عقله تاني. فالشاب لما فاق لقى نفسه خلاص مدرك لكل شيء، فنادى على أمه: يا أمي، يا انت ليه يا امي حبساني ليه في الاوضه دي؟ اخواته طبعا اخواته طبعا مش مصدقين، اخوهم رجع ليه عقله تاني، انتوا ليه حابسيني هنا وانا ايه اللي حصل مش عارف ايه. فكوا له الحمد لله على السلامه وقعدوا يحضنوه ويبكوا، وقال لهم انتوا ليه حابسيني انا وايه اللي حصل. حس ان هو كان في حلم وفاق منه الشاب ده، والحمد لله رب العالمين رجع ليه عقله تاني سليم زي ما كان الاول بالظبط. سبحان الله، رب العباد إذا وهب فلا تسألن عن السبب. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى أراد إن هو يرجع له عقله تاني. لكن يا جماعة في سبب، الشاب ده رجع له عقله ليه؟ إيه اللي حصل له؟ الشاب ده كان معمول له سحر، والسحر الحطاب ده لقيه وتفك السحر، لكن 15 سنة والسحر ده معلق إلى أن وجدوا الحطاب ده. ايه السبب بقى؟ السبب بقى نرجع للحطاب. الحطاب لما فك السحر وشاف صورة الشاب، فهنا اخدوا الفضول ان هو يعرف مين صاحب الصورة دي. الشيخ قال له يعني هو اكيد بدم في الغابة الفلانية، فان ده الا يكون واحد من البلدان اللي حوالينا، يعني مش هيكون حد من بعيد. فطبعا زمان ما كانش فيه طبعا نت ولا تليفونات ولا الكلام ده. الراجل الحطاب ده يعمل ايه؟ فضل يروح كل يوم اتنين او كل يومين ثلاثة كده، يروح يصلي في قرية ما، في المسجد يوري الناس اللي يصلوا معاه في المسجد: يا جماعة تعرفوا صاحب الصورة دي؟ فالناس يقولوا لا والله ما نعرفوش. يروح يصلي في قرية تاني: يا جماعة تعرفوا صاحب الصورة دي؟ يقولوا لا ما نعرفوش. يروح يصلي في جامع تالت، وهكذا. فضل الرجل الحطاب ده يلف جميع القرى المجاورة له عشان يعرف مين صاحب الصورة دي، لحد بعد شهرين وهو يلف عايز يعرف مين صاحب الصورة دي. بعد شهرين صلى في جامع، فبالصدفة بيقول للشيخ: يعني تعرف مين صاحب الصورة دي؟ قال انا الشاب ده اعرفه او اعرف اخوه. فقال له طب وصلني لاخوه، وصله لاخوه. فراح لاخو الشاب قال له: انت تعرف صاحب الصورة دي؟ قال ده اخويا. انت جبت الصورة دي منين؟ قال له: بالله عليك اخوك؟ قال له قال له طب هو عامل ايه؟ قال له: كويس الحمد لله، تعالى معايا على البيت. قال: طب ممكن اشوفه؟ قال له: طب تعالى معايا على البيت. فخد الراجل الحطاب وراح على البيت. لما راح الحطاب على البيت وجابوا له الشاب وشاف الصورة وبتاع، فهو اتأكد ان هو فعلا، ولكن الصورة طبعا تعود قبل 15 سنة، يعني شكله كان احسن وزي كده. فالمهم ايه، فقالوا له: انت لقيت الصورة دي فين؟ قال لهم: الصورة دي أنا لقيتها في كيس متعلقة في شجرة في غابة، واليوم ده سبحان الله أنا متعود إن أنا أجمع الحطب من أول الغابة. اليوم ده الوحيد اللي حسيت في حاجة بتشدني وبتدخلني الغابة جوه لعند الشجرة دي. سبحان الله، أنا يعني بقالي سنين أنا بجمع الحطب بالمكان ده، لكن عمري في حياتي ما دخلت لجوه يعني بالطريقة دي. اليوم ده الوحيد حسيت ان في حاجه بتاخدني وتسحبني ان توديني لعند الشجره دي. وفعلا لقيت الكيس، فتحته ووديته للشيخ فك فطلعت مين؟ ام الولد. ام الولد اللي هو كان فاقد لعقله، طلعت امه. قالت له: بالله عليك انت اللي لقيت الكيس ولقيت السحر وانت اللي كنت سبب في شفاء ابنه؟ فقال لها: والله يا حاجه انا ما اعرفش، ده انا بالصدفه وسبحان الله. بالله عليك يا حاجة هو ايه اللي حصل للولد؟ قالت له المرة بقى ام الولد بتحكي لمين؟ للحطاب. بتقول له: انا ابني قبل 15 سنة كان جميل وشاب وسيم، وكان يعني بيحكوا عنه في الحارة كلها.
فجأة كده فقد عقله. لفينا بيه على الدكاترة ورحنا بيه على المشايخ، لكن سبحان الله فقد عقله. فاضطرينا ان احنا نحبسه في البيت بقى عشان ما يطلع، ما يمشيش هنا ولا هنا وخلاص. واخواته الولاد الصغيرين كبروا واتزوجوا وخلفوا، وانا قلبي بيتقطع على ابني. شايفه ابني اخوهم الكبير اتجنن، فاقد لعقله من غير اي سبب، سبحان الله. فجيت في يوم لما شفت اخواته الصغيرين كبروا واتجوزوا وخلفوا، واخوهم الكبير يعني محبوس والحاله دي كده، والحاله بتاعته دي كده، فانا هنا يعني ما مسكتش نفسي من البكاء ومن العياط، وقلت انا النهارده مش هقوم من على سجادة الصلاة الا وربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعائي. هنا يا جماعة الاصرار في الدعاء، او الاصرار يعني ان انت تدعو الله عز وجل، ويعني ويكون عندك يقين ان الله سبحانه وتعالى يستجيب لك. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله قريب يا جماعة، الله قريب يجيب، لكن الله يحب العبد اللحوح. أنت لما يكون لك طلب عند الله عز وجل لح عليه. يعني أنا دايما أقول مثلا إن أنت لما تكون عاوز حاجة من الله عز وجل لح في الدعاء وعيط وابكي، وفي الثلث الأخير من الليل دايما لح على الله عز وجل وابكي. ما تتعاملش مع ربنا سبحانه وتعالى تقول يا رب وبعد كده تروح ماشي، لا، ربنا سبحانه وتعالى يحب ان انت تفضل تلح عليه في الدعاء. المره دي بتقول في اليوم ده انا فضلت على سجادة الصلاة طول الليل وانا ابكي لله عز وجل ان هو يشفي لي ابني. سبحان الله. تاني يوم الصبح لقيت ابني رجع له عقله. سبحان الله. ناس اللي بتلف على السحرة وعلى المشعوذين ويقولوا معمول لك عمل ومعمول لك سحر، ده ربنا السحر إن الله سيبطله. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم قال: السحر إن الله سيبطله. الذي يبطل السحر هو الله عز وجل، وليس الشيخ فلان ولا الشيخ علان ولا المشعوذ فلان ولا العراف فلان ولا الكلام ده كله. السحر إن الله سيبطله. الذي يبطل السحر هو الله عز وجل. فيا جماعة المرة دي فضلت في الليلة دي تدعو الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى يشفي لها ابنه. وما تعرفش انه معمول سحر، لكن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوة هذه الام وارسل هذا الحطاب مخصوص. يعني شوف الحطاب ده متعود ان هو يجمع الحطب من خارج الحديقة، لكن في اليوم ده الله سبحانه وتعالى ساقوا لهذه الشجرة سوقا عشان يأتي بالسحر ويفك السحر ويشفى هذا الشاب. فيا جماعة من يعني اللي بيعاني من أي مشكلة ما تلفش كتير، أنت حلك عند الله عز وجل. أنت ليه أنت يعني أستغرب من الواحد يفضل يلف ما يخليش سبب من الأسباب اللي ما يلجأ ليه، وينسى أن هو يلجأ لرب الأسباب عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي قادر على كل شيء. قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حل السحر وحل العمل وحل الحسد وحل العين وحل كل الأمراض اللي عندك عند الله عز وجل. لكن انت ما تستعجلش في الدعاء. اسجد وطول وابكي وخليك طول الليل ساجد وقول: يا رب انا مش هتحرك من على سجادة الصلاة لما تحقق لي طلبي. هنا الله سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح، يحب العبد ان هو يبكي ويتبتل لله عز وجل عشان خاطر ربنا يستجيب ليه. ما تتعاملش مع ربنا كأنك تتعامل مع واحد كده اديني فيديك، لا، ربنا سبحانه وتعالى يحب ان انت تلجأ ليه بصدق وبإخلاص. أسأل الله عز وجل ان هو يشفي جميع يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين، اللهم امين. وينتقم من السحرة والمشعوذين، وينتقم من كل من يؤذي انسان مسلم في جسده او في اي شيء، او في ماله او في ولده او في اي شيء يعني يملكه في الحياة. وهذه كانت آخر قصتنا، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.